السلام عليكم، أهلا بمتابعي قناة أم يوسف. يا رب تكونوا بخير وصحة وأحسن حال. النهاردة حابة أعمل معاكم خبز شهي ولذيذ وسهل كمان وبمكونات بسيطة. هنعمل النهاردة عيش بديل العيش السوري أو عيش الشاورما بمكونات بسيطة جدا، وهنعمل منه كمان أحلى سندوتشات. يلا كده بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعتنا ونشوف وصفتنا الجميلة دياتي بتتعمل ازاي. اول حاجة هنا حبايبي هنجيب العجان بتاعنا او اي بولة انت طبعا هتستخدميها، ولا هنزل هنا 3 كوبايات من المية تكون معايا دافية، ولا حركن كده الكوباية الرابعة كده على جنب اللي هنحتاجها. بعد كده هنزل هنا بمعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة كبيرة من الملح، وكيس من الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة، وهنقلبهم. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، ادمجي كده المكونات مع بعضيها. وبعد كده هنزل بكيلو دقيق متعدد الأغراض. الدقيق اللي أنا مستخدماه ده دقيق تومين. هعجن هنزل بكوباية المية الرابعة بالتدريج. يعني كده أنا أخدت للكيلو دقيق 4 كوبايات من المية، والمية تكون معايا دافية. أهم حاجة هنا الخطوة دياتي، طبعا انت لو تعبانة ومش قادرة تعجني هتسيبي بقى ايه العجين حوالي كده 5 دقايق، وبعد كده ترجعي تعجنيه تاني. بعد كده تسيبيه دقيقتين وترجعي تعجنيه تاني لحد ايه ما تكوني كده عرق في العجينة. شايفينه ملمس العجينة؟ انا عايزة العجينة تكون معايا متماسكة بالشكل دياتي، علشان لسه لما هتخمر هتطرى معايا. اخدميها كويس علشان ايه يعني العيش يطلع معاكي حلو. شايفين ناشفة ازاي؟ هغطيها بقى واسيبها تخمر. هنا حبايبي رجعت كده بعد ساعة. هنهبط منها التخمير كويس. ادي حبايبي كل مكوناتنا بسيطة جدا جدا جدا، كلها موجودة عندك في البيت. بدل ما تروحي كده ايه تعملي العيش اللي تجيبي العيش السوري بقى او العيش الشاورما وتعملي منه السندوتشات، هنا هنعمله بكل بساطة وبكل سهولة. وكمان ممكن تاكلي يعني العيش ده تاكليه في الغموز، يعني في الطبيخ وفي اي حاجة. هنا حبايبي هجيب صينية هرش عليها شوية من الدقيق، هكور كده معايا ايه العجين بتاعي الحجم اللي انت عايزاه. انا عملته حجم وسط. هنا حبايبي جابوا معايا 14 كورة. هغطيها واسيبها كده لمدة 7 دقايق كده. عايزة العيش معايا الكور بتاعتي دي تخمر. شايفينها؟ رش شوية دقيق كده على سطح العمل، وهاخد كده اول كورة كده ارتاحت معايا، وبقى ايه هفردها. في الوقت ده طبعا فرني شغالة. الفرن لازم تكون معايا سخنة، والنار تكون معايا يعني اعلى من الوسط بشوية. افرديها، السمك بتاعها بيكون ايه رقيق. ادي شايفينها رقيق خالص. بعد كده هجيب السكينة هقسمها 2، هجيب النشابة بتاعتي بقى هلف عليها على طرف النشابة كده. وفرني زي ما قلت لك شغالة على الفرن مباشرة على طول. هنقفل الفرن كده علشان ايه يتنفخ معانا. زي ما شايفينه كده هركنه على جنب، هحط كمان غيره زي ما شايفين كده. شايفينه سهل ازاي وبسيط.
ما بياخدش كمان معايا وقت في الفرن. واللي هنعمل كمان مدور. ادي هنا عملت كمان الرغيف المدور دياتي. ادي هنا بعد ما خلصنا، ادي كمية العيش كيلو دقيق، جاب معايا كمية حلوة جدا. ادي حبايبي زي ما انتوا شايفينه، وطري كمان معايا اهو. يلا بينا كده هنعمل ايه السندوتشات بتاعنا. شوفي بقى السندوتشات ديات، العيال لما بيروحوا المطعم بيجيبوا السندوتش بكام. هينفع معاكي بقى لكل الوجبات، بالاخص كمان الجبنة والمربى كمان والعسل، تكليف وكل حاجة. ادي حبايبي هجيب الرغيف ده لحقلبه من على الناحية دي، وبعد كده هجيب معايا جبنة فيتا ولحدهن الرغيف بتاعي بالجبنة الفيتا. اي نوع جبنة عندك ادهنيه. هنزل هنا بحبات من البطاطس المحمرة، وعندي هنا اللانشون، وعندي قطعة بعد كده ايه، عندي قطعة كده من الجبنة القريش، لا هحط منها كمان شوية. اي حاجة عندك موجودة في التلاجة ممكن تعملي بيها. هنا بقى عندي ايه شرايح من الفلفل الحار، لو عندك رومي حطي، انا ما كانش موجود عندي. عندك زيتون ممكن تحطي زيتون. هنا هحط المستردة، وهحط مايونيز، ولا هكتر من ايه الكاتشب علشان عيالي بيحبوا الكاتشب. وبعد كده لا هطبقه من الناحية اليمين والناحية الشمال، وبعد كده ألفها رول. شايفين السهولة؟ مفيش أسهل من كده. لا هعمل معاكم 1 و2 و3 لحدهن هنا جبنة، وهحط طبعا ايه البطاطس، وبعد كده هحط الكفتة دياتي عندي كنت مفرزاها من شهر رمضان، فطلعت منها طبق كده وحمرته. وهحط فوقها كمان الجبنة القريش، بجد والله طعمه حلو، والعيال صراحة اتبسطوا مني. انا بسأل ولدي بقول له انت بتجيب السندوتش ده بكام؟ بيقول لي ب50 جنيه. هنا طبعا حطيت المستردة والمايونيز وهالكاتشب، وهطبقها وهكذا بقى ونلفها رول. معلش الفيديو بقى ايه هو طويل شوية، بس يستاهل انك ايه تشاهديه. شوفي بقى انت بشوية دقيق ومية عملتي كمية خبز كده، وكمان ممكن هتاكلي منيه احلى سندوتشات، وكمان في الغموز. وشوفوا عملنا سندوتشات بسيطة جدا جدا جدا، ووفرتي فلوسك، ووفرتي كمان عيالك ما يروحوش المطاعم ويشتروها بالغالي. شايفين؟ هنيجي بقى نعمل ايه اللي هو النص الرغيف دياتي. لو ملاحظين اني انا ما بكترش المستردة والمايونيز علشان عيالي ايه ما بيحبوهش، فانا طبعا عشان اتخلص منه فحطيت شوية قليلة خالص، بس بيحبوا الكاتشب. شايفين طبعا انا لفيته ازاي. هوريكم واحدة تاني كمان. هذه شايفين بالشكل ديات، شايفين السهولة وشكله حلو وشيك.
ادي شايفين قربته كده على الكاميرا. ادي حبايبي سهل جدا. ادي كمية عملنا وباقي العيش قاعد معايا. هنيجي هنا بقى هنحط ايه الجريل على النار، وحط عليه فيه شوية زيت من زيت الكفتة. قلت علشان ايه السندوتشات تطعم بزيت الكفتة. طبعا هنا النار بتاعتي هادية. اقلبيها بقى من جميع النواحي عشان تاخد معاك اللون الحلو ده ويطلع معاك محمص كده ومقرمش. شايفين في الجوانب كده بقلبه علشان ياخد التحميصة من كل الجهات. هسمعكم صوته دلوقتي. شايفينه بجد الزيت بتاع الكفتة مديها ريحة حلوة جدا انا وبقلب فيه. ادي حبايبي خلصنا الكمية بتاعتنا ما شاء الله. شوفي بقى انتي وفرتي كام 50 جنيه وعملتي كمية حلوة ومحترمة وضامنة الجودة بتاعتها، وكمان اللي بياكل رغيف بيشبع منه. يعني رغيف واحد صراحة يكفي انك انتي يشبعك. ما شاء الله حلو. سامعين الصوت؟ والسندوتش كمان كبير وعمران ما شاء الله جميل جدا. شايفينه احلى سندوتشات بيتي طبعا، وهي غير مكلفة خالص. بشوية دقيق ومية وخميرة وسكر وملح عملنا احلى سندوتشات، واي حشوة عندك في البيت ممكن تستخدميها. شايفين ادي العيش بتاعنا وادي السندوتشات، وكمان جري طبق المخلل. مفيش احلى من كده وجبة. وبكده يا حبايبي الفيديو بتاعي انتهى. اقولكم السلام عليكم.